وصفة تاع عسل منزلي، ولكن ينافس تاع المحلات، لأنها هذه الوصفة وصفة تجارية وهزيتها من عند الشيف سليمة يعلى. جربتها ولقيتها ناجحة 100%. راح يقعد لكم هذا العسل تقريبا مدة عام ولا أكثر وما يسكر ما والو. جربت وبسم الله نبداو. هنا عندنا كيلو تاع سكر نهزو منه كاس، الكاس كيما تاع كاس وليد. تهزوه تحطوه في كسرونة وتوزعوه على الكسرونة كامل وتحطوه يتكرمل وبلا ما السكر يقيس الحواف. تحاولوا تخليوه كامل وتوزعوه كامل باه يذوب لكم في ساعة. وهنا السكر ما تخليوهش يتحرق، لازم يكون لونه كراميل فقط. اذا تحرق لكم راح تجيكم المرورية في الاخر تاعكم، في العسل تاعكم. وكي يبدا يذوب تقدروا تعاونوا بالمغرف تاع الحطب ولا هكا سباتول، وتعاونوا هذوك الحبات تاع السكر يذوبوا لكم. كما قلت لكم لازم تتحصلوا على اللون بني فاتح، ما تخليوهش حتى يتحرق لكم. هنا راح تزيدوا 2 كؤوس تاع ماء، راح تزيدوا 2 كؤوس بنفس الكاس اللي درتو به السكر. راح تزيدوا هذوك 2 كؤوس تاع الماء، ماذا بيكم يكونوا دافيين باه ما يجيش هذاك الشوك ويتحجر لكم بزاف هذاك السكر. هكذا تزيدوا هذوك 2 كيسان تاع الماء على ضربة وتخليوهم يغليو. هنا كي يهزوا الغلية راح تكملوا السكر هذاك تاعكم كامل، راح تكملوا هذاك اللي بقى لكم من الكيلو، نحينا منه كاس، راح نكملوا اللي بقى ونحطوه مع السكر هذاك المكرمل ونحركوه حتى يذوب داك السكر. حركوه باه من تحت ما يقعد لكمش لاصق في القاع. ذوبوا هذاك الاخر السكر تاعكم وبقاو تحركوا هكذا. هنا ما راح تزيدوا لا قارص ولا شطب، راح تزيدوا حاجة أخرى. هنا المقطع ما فهمتش وين راح لي. مهم حتزيدوا نص مغرفة صغيرة تاع حمض الليمون ولا لاسيد سيتريك، أي ما يعادل 3 غرامات. حتزيدوا هذوك كما قلت لكم نص مغرفة صغيرة، تزيدوها وتبقاو تحركوا. هذا هو السر كما قلت لكم. حتى الطعم يجي كيما تاع المحلات، ما يجيش فيه القروصة تاع القارص، لا تجي فيه واحد الحموضة هاك خفيفة. وشوفوا كيفاه يجي صافي. هنا خليته بدا يبرد شوية، شوفوا كيفاه ولا. كما قلت لكم هنايا قبل ما تطفيو وتخليوه يغلي مدة 7 دقائق وتطفيو. إذا حبيتو شوية ثقيل على هكذا زيدوا تخليوه حتى ل10 دقائق، من بعد تطفيوه وهاو تتحصلوا على هذا العسل اللي يجي قوامه يهبل. لوحتو في الفريجيدار، خليته كما نقولوا طول وما صرالو والو. كما قلت لكم حتى طعم تاعو يهبل. وتقدروا ديروا حتى كمشروع، مثلا تشوفوا اللي يبيعوا المعسلات ولا وتقولوا لهم تخدموا لهم كيما نقولوا وتنقصوا السعر على السعر تاع العسل اللي يتباع في المحلات. انا نشوف فيه مشروع هايل. قبل ما نكملوا الفيديو تاعنا حنقول لكم شوفوا الوصفات اللي قبل، كيما الوصفه هذيك غير بكاس فرينه بلا بيض. باش نقول لكم معسله هبه خفيفه راح تلقاوها في القناه. ايضا فكره مشروع راح تعجبكم ثاني متاكده. المهم ضربوا طلة دوك تلقاو كل ما هو مفيد. والى فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.